فيلم ذا بيل بلو ايز اجدد فيلم ليه كريستيان بيل على نتفليكس. انا اتفرجت عليه فتعالى نتكلم عنه. Closer. It's only a matter of time. فيلم ذا بيل بلو ايز بيتكلم عن حقبة بداية القرن التاسع عشر، وتحديدا في أمريكا لما بيكون في معسكر لتدريب الجنود والعساكر بيحصل فيه جريمة قتل بشعة جدا، فبيستدعوا المحقق لاندور عشان يحقق في الموضوع ويعرف ايه اللي حصل بالظبط ويكشف كل الغوامض اللي وراء الموضوع. الفيلم ده فيه كاست حلوة جدا، وكان له دوافع جدا قبل ما يتعرض ان هو يبقى حاجة قوية جدا. في ناس كتير كانت مستنياه ومستنية انها تتفرج عليه، وطبعا احنا بنحب نشوف الاداءات بتاعة كريستيان بيل. فتعالوا بقى نتكلم عنه النهاردة ونتكلم عن هل الفيلم فعلا حلو ولا لا، هل الفيلم وصل الحاجات الكبيرة اللي احنا كنا مستنيينها منه من الغموض والإثارة، لا واخباره ايه بالظبط، هل تتفرجوا عليه ولا لا. تقييم الفيلم معانا ار ريتد ليه مناظر دمويه ومشاهد عنيفه بس، لكن ما اعتقدش ان الفيلم ده فيه اي حاجه قوي. فبقى تعالوا نتكلم عنه. انتوا كمان اكتبوا لي رايكم في الكومنتات عن الفيلم ده لو شفتوه ولا ما شفتوه، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا القناه وتفعلوا الجرس، ويلا نبتدي. الفيلم ده اعتقد عنده نقط قوه في حاجات كتيرة جدا، ما اعتقدش ان هي حسنت منه قوي، بس برضو عنده نقاط قوة في حاجات مهمة، وهي الانتاج عامة بتاع الفيلم مديله القدرة على ان هو يدخلك في تون الفيلم في الحقبة الزمنية دي، من حيث بقى الاماكن، اللبس اللي الناس بتلبسه، الالوان عامه بتاعه التصوير. الحاجات دي كلها ليها علاقه بانها تدخلك طبعا في مود الفيلم. فالفيلم طبعا نجح جدا في ان هو يعمل الموضوع ده. السيت ديزاين، تصميم الاماكن اللي هم فيها، الكوستوم ديزاين، التصميم اللبس بتاعهم، الحاجات دي كلها اعتقد انهم عملوها بشكل كويس، دخلتنا في المود وفي الحقبه الزمنيه وعملوها بشكل صحيح. فدي برضو حاجه ما اعتقدش ان هي بتكلم عنها كتير في المراجعات بتاعتي، لكن بالنسبه للفيلم ده فهو عنده نقط قوه فيها، وهي كمان حسنت من الفيلم نفسه، انك بتخش في التون وبتبقى مهتم فعلا بالحاجات اللي بتحصل. ونقط قوة برضو في موضوع السينماتوجرافي او التصوير بتاع الفيلم ده. الفيلم ده فعلا انا ما كنتش متوقع منه حاجة في الموضوع السينماتوجرافي ده، لكن أنا الصراحة اتفاجئت منه. حسيت ان اللقطات اللي كانت بتتعمل بالذات في الحقبة الزمنية دي، في التون المظلم بتاعه، كان بتبقى حلوة جدا، وبتبقى لقطات كده ممتعة جدا انك تبص عليها، حلوة، عاملين سينماتوجرافي شغل كويس فيه. وده طبعا مكمل مع شغل الاماكن واللبس اللي كانوا بيلبسوه، دخلنا في تون حلو جدا. انا الصراحة كنت التجربة بتاعته كانت حلوة من حيث الموضوع، تحس كده انك كنت بتقرا رواية كده من الحاجات بتاعت تشارلز ديكنز او شكسبير، الحاجات اللي فيها تون معين كده، تون معين كده للحقبة الزمنية اللي هي فيها. فده برضو حاجة برضو ما بتبقاش موجودة في كل الأفلام، أو بتبقى مختلفة ويونيك للفيلم ده، فأنا انبسطت منها جدا. وبرضه اعتقد ان الكاست بتاع الفيلم كان حلو جدا. الكيمستري، الكيمياء اللي كانت ما بينهم كانت ممتعة قوي. الشخصيات كلها كانت حلوة مع بعض، تعاملاتها مع بعض. السيناريو كان برضو قوي جدا في الفيلم ده. وغير كل ده ان كان في اداء تمثيلي برضو قوي من كل الناس، محطوط مجهود حلو في الفيلم ده من حيث الاداء التمثيلي. آه، تمثيل كمان عامة، ازاي الناس كانت بتتعامل في الحقبة دي، والممثلين متقمصين الدور بشكل حلو، وأدائهم التمثيلي عامة حلو، وتعاملاتهم مع بعض كانت حلوة. أعتقد إن هم مأدين شغل كويس في الأدوار اللي هم فيها. وحتى كمان لما بنيجي نتكلم عن الشخصيات عامة، لما بنيجي نحلل كده نشوف الشخصيتين الأساسيتين اللي معانا، بنلاقي شخصية لاندور عامة اللي بيلعب دورها كريستيان بيل. كريستيان بيل كالعادة بيعمل مجهود كويس جدا في الأدوار اللي بيلعبها، وأنا كنت الصراحة مبسوط إن أنا أشوفه في فيلم حلو لحد ما بعد فيلم ثور لاف اند ثاندر، اللي ما كانش أفضل حاجة وكان برضو ما استخدمهوش بشكل صح. لكن هنا الاداء بتاعه حلو جدا، وبيقدر ان هو يطلع الشخصيه دي بالطريقه الغامضه اللي هي فيها، واداؤه كان حلو. عما كنت في الاول الفيلم بعد ما حاجات برضو، يعني قبل ما حاجات تتكشف كده الاول، حسيت ان انا عايزه اشوف اكتر من المحقق ده والقضايا بتاعته، كانت حاجه بالنسبه لي ممتعه جدا. انا برضو الشخصيه التانية ادجار الان بو ده برضو حسب الريسيرش اللي انا عملته ان هو مقتبس من شاعر حقيقي
بس القصة نفسها مش مقتبسة من حاجة حقيقية. فالمفروض ان هنا كانوا يعملوا شخصية حقيقية في قصة خيالية. الموضوع كان غريب، لكن الصراحة حسيت ان الممثل برضو عمل اداء كويس جدا. الشخصية طلعت بشكلها المفروض تطلع بيه، الشخصية المختلفة، الشخصية الغريبة بالنسبة للناس التانية، لكن برضو في نفس الوقت في حاجات كتيرة جدا ولحظات بتبقى حلوة مع الشخصية دي. بس انا بقى جاي ادخل على الحاجات المشاكل اللي كانت موجودة في الفيلم ده. طبعا الفيلم ده من غير ما اتكلم كتير واقول كلام كتير، هو الفيلم فعلا كان كل مشكلته ان هو كان ممل وطويل من غير سبب. اول حاجه ان هو ممل، ان انت القصه تمام حلوه، الممثلين حلوين جدا، تفاعلاتهم مع بعض كانت حلوه، لكن الفيلم مازال ممل. في حاجه في الفيلم بالنسبه لي انا ما كنتش مهتم في الاول خالص، او حتى لحد نص الفيلم حاسس ان انا ما كنتش مهتم، ما كنتش حاسس ان الموضوع جاذبني قوي. لحد ما ممكن دي حاجات تختلف من ناس وناس تانية لأ. يعني ممكن حد يبقى شايف ان الفيلم ده ممتع وانجيجنج كده على مدار الفيلم كله، وممكن ناس تانية تحس انه ممل. فده انا حاجة حسيتها من اول الفيلم لحد فترة طويلة جدا، حاسة ان أنا مش مهتمة باللي بيحصل اوي. وبالنسبة برضو للغموض والحبكة والقضية بتاعة الفيلم، فهي مش سيئة خالص، فيها حاجات ممتعة، ما فيهاش حاجة يونيك أو ما فيهاش حاجة مختلفة. لكن حسيت ان مش كل حاجة فيها برضو تواجبت معايا انا، مش كل حاجة قبلتها او قدرت ان انا احبها. في القضية دي في حاجات برضو تويستس كانت بتتكشف، كانت بتبقى حلوة. بس اعتقد برضو ان كان في مساحة للتحسين في بعض الحاجات، ودي برضو ترجع لكل واحد. كل واحد برضو بيقبل حاجات معينة عاملة ازاي، بيحب حاجات معينة عاملة ازاي. فهو الموضوع كله يعني له علاقة بكل واحد بيحب ايه بالظبط. لكن برضو اخر الفيلم عامة واخر القضية كده، لما كنا في اخر نص ساعة الموضوع كان ممتع جدا بالنسبة لي. حسيت ان هنا ايقاع القصة كان حلو في الاخر. زاد على ده كمان ان بعد كده كمان بعد كل ده في تويست ما قابلتهاش برضو قوي، ما تعجبتش معايا، لكن برضو ما كانتش بطالة يعني. فالموضوع كان فيه تحسين ممكن يحصل فيه. ففيلم ذا بيل بلو اي فيلم ميستري وغموض عادي جدا، ما فيهوش حاجه بتقول انا مختلف، انا مثالي، او انا يونيك عن اي فيلم تاني نفس النوع ده. لكن اليونيك والمختلف في الفيلم ده هو التون والبيئه بتاعته طبعا. البيئه بتاعت الحقبة الزمنية دي عامة، والسينماتوجرافي والأماكن واللبس والحاجات دي كلها كانت ممتعة جدا، كأنك كنت بتقرا رواية كده زي ما أنا قلت. هي دي الحاجة المختلفة اللي في الفيلم. الممثلين برضو عاملين شغل كويس جدا، وفي كيمياء حلوة ما بينهم، لكن للأسف القصة كانت بالنسبة لي مملة. القضية والحبكة اللي كانت معانا ما كانتش بالنسبة لي أفضل حاجة، ما كنتش قادر إن أنا أقبل كل الأجزاء اللي فيها. مع ان كان في برضو حاجات ممتعة وحلوة. فانا ادي فيلم ذا بيل بلو ايز 5.5 من 10. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا القناه وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لي لو في فيلم معين عايزين اتكلم عنه، او مسلسل معين اتكلم عنه. استنوا الفتره الجايه في افلام ومسلسلات برضو جديده نزلت، هنتكلم عنها كلها هنا على القناه. وسلام.